احنا أخدنا الفيديو اللي فات معنى random dot range، ويعني ايه أرقام عشوائية، ويعني طريقة بدائية كده عشان نعمل احتمالات. ولكن المرة دي بقى هنخش في تفاصيل مملة. احنا هنتكلم بقى بالأرقام فقط. طيب، أول حاجة أنا عايز أعمل احتمال 50%. طيب، فكرة إن الاحتمال يكون 50%، يعني لازم بوليان يكون 50% من الحالات true و50% من الحالات false. فدي أول حاجة لازم تكون بوليان. أهو if، بعد كده مقارنة، والحدث اللي عايزينه يحصل لما الاحتمال يتحقق. هنا كده اتحقق، يوقع لوت، يفتح لوت بوكس، أي حاجة بقى. طيب، قلنا 50%، يعني 50% كده و50% كده. نتخيل مثلا إن في 4 حالات 1 2 3 4. طبقنا الكود دوت 4 مرات. مفروض يعني في العادي رياضيا ده يطلع true، ده يطلع true، ده يطلع false، ده يطلع false. طيب، احنا بنعتمد بقى على أرقام عشوائية عشان نعرف نعمل حاجة زي كده. فنقول مثلا 50%، يبقى ممكن نعمل أرقام عشوائية ما بين 0 و5. خلي بالك الرقم الأخير دوت exclusive. exclusive يعني مش هيكون من ضمن الحاجات اللي ممكن يرجعها random not range. نشوف بقى الحالات اللي عندنا. الحالات اللي عندنا يا إما هيرجع 0، يا إما 1، يا إما 2، يا إما 3، يا إما 4. طيب، بما إن هيرجع 5 أرقام فمش هينفع نقول مثلا 2.5، إن يكون أكبر من 2.5، عشان ساعتها كده هيكون في 3 حالات لأ، أو حالة أو حالتين قصدي. فعايزين بقى نخليها من 0 ل4 أحسن. كده هينفع 0 1 2 أو 3. جميل أوي. نقول تاني الحالات بتاعة random dot range حاليا، الحاجات اللي ممكن يرجعها random dot range حاليا 0 1 و 2 و 3. طيب، عايزين بقى نخلي نص الحالات ديت تطلع true ونص الحالات ديت تطلع false. ده مثلا يطلع true وده يطلع false. طب نعمل حاجة زي كده ازاي؟ نشوف 0 1، وايه الفرق ما بين 0 1 و 2 و 3. الفرق ان 0 1 الاتنين اقل من او يساوي 1، و 2 و 3 يخالفوا القاعدة ديت، الاتنين اكبر من 1. فاحنا ممكن نكتب كده. ساعتها بقى نشوف الحالات اللي تنفع. random dot range ممكن يرجع 0 1 2 أو 3. طيب، لو كتبنا هنا 0 ده هيكون true، لو كتبنا هنا 1 ده هيكون true، لو كتبنا 2 هيكون false، لو كتبنا 3 هيكون false. بقى عندنا حالتين true وحالتين false. طيب، لما يكون عندنا الحالات كلها والحالات اللي تنفع نعمل ايه ساعتها بقى؟ نعمل equation، نعمل معادلة. أول حاجة اسمها، هي الاسم هتكون اسمها. هنكتب فوق هنا الحالات اللي تخليها true. خلي بالكم هنا هنكتب عدد الحالات اللي هتكون true، مش الحالات نفسها. مش هنعرف نكتب هنا أصلا كذا رقم، أو لازم رقم واحد دي اسمها. من تحت بقى مش هنكتب عدد الحالات اللي تطلع false، وإنما هنكتب عدد الحالات اللي هتطلع true أو false، يعني عدد الحالات كلها. نشوف بقى عندنا حالتين يطلع true، يعني 0 1 ده كده 2، وعندنا حالتين تطلع false 2 3، يبقى كده برضو 2. قصدي معلش
لازم كلهم بقى، يبقى كده 4. جبنا القسمة نضربها في 100. طيب 2/4 بكام؟ بنص. نص في المية يعني 50. ده كده الاحتمال بتاعكم 50%. يعني احنا ممكن بقى نعمل حاجة تانية. لو مش عايزين نقعد نفكر بقى في أرقام، نقعد نشوف ايه اللي ينفع صح وايه اللي ينفع غلط وايه اللي يعمل true وايه اللي يعمل false وايه الشرط، عندي ليكم فكرة حلوة. عندنا مثلا احتمال زي 72%. يعني كده معناها ان المفروض في 72% من الحالات تطلع true، و 28% من الحالات تطلع false. طيب وده في أي حالة، يعني عايزين 60% 90%، أي رقم عامة هيشتغل عليها الحكاية دي. هنعمل بقى ال if statement بتاعنا عامل ازاي. هنكتب كده if random.range، لازم نكتب هنا 0 ولازم نكتب هنا 100، وهنخليها float برضو عشان يكون أدق. بعد كده نكتب less than، خلي بالكم يكون less than مش greater than. less than النسبة اللي احنا عايزينها تطلع true، ففي الحالة بتاعتنا احنا عايزين نطلع 72% true، يبقى نكتب هنا 72. هتلاحظوا حاجة بقى، random.range ممكن يرجع أرقام ما بين 0 و 100، أي رقم ما بين 0 و 100. ولعلمكم لما يكون في float في الارجيومنت يعني ممكن يرجع 100 برضه، ولكن الاكسكلوسيف دوت لما احنا بنرجع رقم عشوائي integer. طيب يلا رقم عشوائي ما بين 0 و 100. نشوف بقى من 0 تمام لحد 72، ومن 72 لحد 100. ليه بقى انا قسمتها كده؟ شايفين الارقام دي كلها لو احنا حطيناها مكان الراندوم دوت رينج الشرط هيطلع true. الشرط هيطلع true عشان كل الارقام دي هتكون فعلا اقل من 72. ولكن لو اي رقم ما بين 72 و 100 رجعته يعني random dot range، ساعتها الشرط هيكون false. لو احنا بقى عملنا القسمة بتاعتنا اللي احنا عارفينها، في يعتبر 72 حالة تنفع، فنكتب فوق القسمة 72، مش عارف ليه كتبتها بالعكس. وكده نكتب بقى كل الحالات اللي تنفع اللي هي 100، وهنضربها في 100 هيطلع بكام؟ 100 تروح مع 100 هتكون 72%. ده بالظبط الاحتمال اللي احنا كنا عايزينه. طيب لو عملناها بقى بالعكس، لو عملناها greater than، فرقت كده، فرقت. دلوقتي الأرقام ما بين 0 و 72 ما ينفعش، هيخلي المتغير أو معلش هيخلي البوليان كله false، فالشرط مش هيتحقق. ولكن لو طلع الرقم ما بين 72 و 100 يبقى كده اتحقق، عشان الأرقام دي كلها أكبر من 72. يبقى كده بقى فيه كام 28 حالة تنفع. لو قعدنا نحسب عملنا الحساب تاني هنشوف
إن دلوقتي الاحتمال بقى 28%. نيجي بقى نطبقه في الكود، وفي حاجات ساعات كده بتختلف. نعمل بقى الاحتمال. نشوف الاحتمال ده، خلينا نطبقه في الستارت. يلا اعمله باوز وشوف الاحتمال ده ممكن يكون ايه. الاحتمال ده 50%، ونرسمها برضو. شوف بقى من 0 لحد 100، كتبنا هنا 50، فنقسمها كده. الأرقام اللي ما بين 0 و50 كلها أقل من 50، فالشرط ده هيطلع true. ولكن الأرقام اللي ما بين 50 و100 دي كلها هتطلع false، عشان كلهم أكبر من 50. نكتب بقى عدد عدد الأرقام اللي تنفع، هتكون 50 رقم، 50 100 على 100، عشان دي عدد الحالات كلها، نضربها في 100 هيطلع في الآخر ب50. طيب نعمل بقى احتمال تاني. دلوقتي ايه بقى الاحتمال؟ الاحتمال بتاع ده 50%، والاحتمال بتاع ده برضو 50%. ليه بقى؟ احنا اتفقنا 50% من الحالات ده هيطلع true، ولكن في 50% من الحالات هتطلع false. المفروض بقى لو ده false، ده اللي هيتطبق، ده اللي احنا اخدناه في الألس، فده كده هيتطبق باحتمال 50%. طيب غلطة كبيرة بقى بيقعوا فيها ناس. نشوف ايه الاحتمالات بتاعت دي. طيب الاحتمال بتاع الأولاني هيكون 50%، ده اللي احنا كاتبينه هنا اهو. طيب الاحتمال بتاع التاني بقى، هل هو برضو 50%؟ لا، ما بقاش خلاص 50%. خلي بالكم انا كاتب هنا else، يعني لازم ده يطلع false، ده شرط، لازم 50% بتاعت الفالس هنا تتحقق عشان يعرف اصلا يشوف ده. فدي حاجة لازم نحطها في بالنا، لازم اول 50% تطلع false، ده في حد ذاته اصلا في احتمال 50%. وبعد كده بقى يشوف الشرط التاني. الشرط التاني باحتمال 50% لوحده، الشرط التاني باحتمال 50% لوحده. وإنما علشان ده 50% ديت عشان تتحقق محتاجة أصلا 50% بتاعت الأولانية تتحقق هي كمان، يبقى دي كده احتمالها بقى 25%. دي كده بقت 25%. طيب الأخيرة بقى، الأخيرة لا دي بقت نادرة، مبقتش قرب حتى 50%. ليه بقى؟ علشان ده عنده احتمال 50% إنه يفشل، وده عنده احتمال برضو 50% إنه يفشل. دي بقى عندها 50% احتمال إن هو ينجح. طيب
يلا نشوف، نتخيل بقى ان ده ما اتحققش هو كمان. ده خلي بالكم بقى احتمال 75%. طيب هو ده مش احتمال 75%، ده احتمال 50% للشرط ده لوحده و50% للشرط اللي فوق، بس عشان نوصله محتاجين نحقق ده، فده 50%. محتاجين نفشل في ده، أو معلش محتاجين نفشل في ده وفي ده، يبقى ده كده احتماله 25% إنه يفشل. الأخير عنده احتمال 50% إنه يتحقق، ده كده بقى 12.5%. طيب لو ولا واحد من دول اتحققوا، يبقى ده كان احتمال بقى 12.5%. فلا، أحسن لنا ما نستخدمش فكرة ال else if لو هنستخدم random dot range جوه الأقواس على طول، وإنما هي حاجة من حاجتين. يا إما نستخدم if statements مختلفة، بس كده معناها إن ممكن بقى أي واحد من دول يتطبقوا، يعني ممكن أصلا كذا واحد يتطبق، ممكن يطبع hello welcome في نفس الوقت، أو ممكن نعمل متغير. ساعتها بقى لما احنا نشوف قيمة المتغير ده، هو مش هيتغير كل مرة، مش هيتغير على كل شرط، فاحنا ممكن نشوف مثلا ممكن نعمل كده. ونخليها برضو else عشان واحد بس من دول يتطبق. ممكن نخلي آخر واحدة else if عشان كده أصلا rg هتنتهي عند 100، فهي تكون true دايما. طيب نشوف بقى الاحتمالات. الاحتمال بتاع الأولاني عايز أخليه 100%. الأول بس نشوف الأرقام اللي ممكن أصلا تطلع عشان نعرف نعمل احتمالات إلا بكده. ف RNG ممكن يكون قيمة بين 0 و 100. طيب أول حاجة، لو RNG أقل من 33، يعني أي رقم ما بين 0 و 33 هيطلع معاها true. طيب الشرط التاني 0، أي رقم ما بين 0 و 66 ده يطلع true. أخيرا أي رقم في الدنيا. طيب يبقى كده معناه إيه؟ كده أول واحد 33%، التاني 66%؟ لأ، عشان احنا عاملينها else if، فلازم أول واحدة تفشل عشان التانية ممكن تتحقق. ففكرة إن أول واحدة تفشل، شوف الأول الاحتمال بتاعت أول واحدة هتفشل، هتنجح 33% من الأحوال، وهتفشل في 66% من الأحوال. يعني لازم الاحتمال دوت اللي هو 66% يتحقق الأول. طيب الحاجة الحلوة بقى في كده، تمام، إن دلوقتي إحنا ممكن نكتب هنا على طول 33، مبقاش فيه من 0 ل100 ل3 if statements. هنا لو ده ما اتحققش يبقى لازم الرقم يكون أكبر من 33. فنشوف بقى، بما إنه أكبر من 33، نشوف لو هو ما بين 33 و 66 ده كام رقم؟ ده 33 رقم. نعمل القسمة 33 على 100 ضرب 100 تطلع 33%، يعني الاحتمال بتاع ده برضه هيكون 33%. جميل. ونشوف بقى آخر حاجة،
آخر حاجة احنا قلنا ده else يعني ممكن أي رقم، نقول مثلا ما بين 0 و100، ولكن مينفعش يكون أقل من 33 وإلا كده أول واحد هيتطبق والتاني مش هيتطبق، فهنكتب هنا 33. ولكن برضو المفروض ما يكونش أصغر من 66 وإلا ده كده اللي هيتطبق وهيعمل سكيب لده، فنكتب هنا 66. كده تبقى الأرقام ما بين 66 و100 تنفع. ده كام رقم؟ ده كده 43 رقم، معلش 34 رقم. جميل. طيب ايه بقى الاحتمال ان هو ما يعملش اي واحد من دول؟ هو في الحقيقة الاحتمال انه ما يعملش اي واحد من دول 0، عشان RNG دوت لازم يكون قيمة ما بين 0 و100، وفي كل الحالات على الأقل يعني الشرط دوت لازم هيتطبق، فلو حتى ده ما اتطبقش وده ما اتطبقش ده لازم هيتطبق.